السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد ومراجعه فيلم Abandoned Man. ولكن قبل ما نبدا انتم مقصرين معايا خالص في اللايكات يا جماعه الفتره الاخيره، كمني بغيب بنزل لكم فيديوهين في الشهر تقوموا تنسوني ولا إيه؟ شويه تشجيع كده يا جماعه. انا لو عليا اعمل لكم فيديو كل يوم والله، ولكن الدنيا بقى مشاغل انتوا عارفين. ادعموني شويه في اللايكات وان شاء الله عشان نعرف نستمر ونكمل ويلا بينا نبدا. بعد قضاء فترة عقوبة في السجن بسبب جريمة ارتكبها أخوه، يجتمع رجل مع عائلته بحذر ليجد الأمل مع ابنة أخيه التي تغير حياته. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. تقديم القصة في الفيلم عبيط، أو ممكن نقول بين قوسين كده تركي. تقديم القصة تركي بقى، تركي من اللي هو من الأصلي. شاب بيعمل حادثة، البوليس بيجي يقبض عليه، فأبوهم بيقول ماشي طب يلا، بيشاور على ابنه التاني يروح معاه اللي هو لسه طفل أساسا، بدون أي مبررات بدون أي حاجة تبريره للموضوع. لا أنت لسه صغير هتروح أحداث إصلاحية مش عارفين، إنما أخوك لا هيتجازى وهيدخل السجن وحياته هتتدمر، وكأن التاني ده حياته مش هتتدمر ولا حاجة. الصغير بيروح وبيتص 15 سنة وحياته تقريبا بتضيع خالص، وبيطلع بقى من السجن عشان لسه يشوف حياته وهيعمل فيها فتقديم تركي كارف شوية على هندي. تقديم ما فيهوش اي نوع من انواع الاجتهاد ان هم يحاولوا يدونا قصة اللي هو تليق بينا كمتفرجين، او ان احنا يبقى فيه انتباه عايزين نشوف الكلام ده هيروح على فين. وحتى في سرد القصة تحس ان في اجزاء كتيرة موجودة في الفيلم هو هرب من ان هو يحكيها، وقال احنا في غنى ان احنا نرغي في الكلام ده. في 15 سنة جوه السجن، اكيد كان في محاكمات، ما هو ما راحش دخل السجن على طول، اكيد في فترة كبيرة من الزمن اللي هي ال 15 سنة حصل فيها احداث، حصل فيها حاجات ساعدت في تكوين الشخصية اللي موجودة معانا. فيش بقى الكلام ده كله. الفيلم ما مش بيروح في اي اتجاه ان هو يتكلم عن الحاجات دي خالص. بتلاقي ان تطور شخصيات مفيش اي تطور للشخصيات موجود، مفيش اي مبرر اصلا لاي حاجة. في شخصيات بتتغير 180 درجة، في شخصية بتظهر معانا شخص رخم وصعب التعامل معاه وكل حاجة، فجأة تغير 180 درجة بقى بيصلي بيهم العشاء امام. الحاجات دي كلها بدون سبب واضح، الحاجات دي بتكون عشان الفيلم عايز كده، بس ده السبب، ان الفيلم عايز الشخصيات دي تتغير فهنغيروها، الفيلم عايز الموضوع يمشي بالشكل ده فهنمشيه بالشكل ده. اما عن الجانب الدرامي فكان في منه اجزاء كويسة، كان في بعض الحاجات كانت كويسة بس مش اكتر من كويسة. في الجانب الخاص بقى بعلاقة البطل بتاعنا مع بنت اخوه اللي كان كويس، بس برضه ما تقدمش افضل صورة ممكنة. لكن بقى في اجزاء تانية من الجانب الدرامي ده هي عبارة عن ان احنا هيبقى فيه افراط في استخدام الدراما، ناس اتراك والدراما بتاعتنا 10/10، وهفضل اديك بقى في دراما التركي حاجة تجيب العلة والمرض. في مشهد كده في الفيلم البطل بتاعنا ده هو بيتنصب عليه في فلوس. المشهد ده ملوش اي ضرورة درامية، ما بيضيفش، ما تمش حتى استخدامه بعد كده في القصة. هو لا، دي حاجة عابرة كده، حادث عابر ماشي معانا وخلاص. هو عايز يبين لك ان البطل بتاعنا مظلوم بزيادة، هو اوريدي فقير ومش لاقي ياكل، فلا هننصب عليه كمان عشان اعمل لك دراما من ورا الموضوع. طب انت هتستخدمها في الفيلم قدام؟ لا عادي مش شرط. مشهد برضو تاني، هو بيروح يشتغل في مكان ما فبيتعارك مع ناس، فالناس دي بيضربوه، برضو مفيش اي حاجة، هو بس افراط في استخدام العامل الدرامي انه بصوا هو بيتظلم ازاي، بيتنصب عليه ويتضرب وحالته تصعب على الكافر. فالفيلم افتقد لهدف واضح وصريح يكون موجود في القصة بتاعته، هدف ان البطل بتاعنا عايز مثلا يوصل ان هو يبقى عنده ورشة خاصة بيه فبيسعى للكلام ده، لا مفيش. طيب العلاقة بينه وبين بنت اخوه، المجريات اللي بتحصل لهم على مدار احداث القصة، برضه هو الفيلم عايم سايب الامور كلها عايمة من غير هدف واضح. نتكلم دلوقتي عن الاداء التمثيلي. الاداء التمثيلي هو ملائم للفيلم، الاداء التمثيلي على قده زي ما الفيلم على قده بالظبط. البطل بتاعنا هنا اداؤه التمثيلي كان ضعيف، انا معرفش هو نجم مشهور ولا لا، ما تابعتش حاجه تركيه بقالي مده، الحمد لله ربنا تاب علينا، ولكن هو الاداء التمثيلي اللي موجود مش حلو، بجانب ان اساسا شكله مش لايق على الدور اللي هو موجود فيه. ده شكل واحد اللي هو بقاله 15 سنه محبوس، ده شكل واحد اللي هو المفروض مجرم والناس اصلا بقى بتخاف منه ده، والناس بتخاف تشغله عندهم والكلام ده، ده شكل واحد لايق عليه الكلام ده؟ ده شكل واحد ابن ناس جدا اللي هو عمره ما اتبهدل يومين ورا بعض في حياته. اما الفيلم على مستوى الاخراج فبصريا كان كويس، مفهوش حاجه وحشه او حاجه حلوه، ولكن الاخراج هنا طبعا كل العيوب اللي اتكلمت فيها عن القصه وطريقه السرد هو السبب فيها، ولا ما قدرش ان هو يعمل سرد لقصته بطريقه افضل من اللي كانت موجوده. تقييمي للفيلم هو 4/10.
الفيلم افتقد لهدف يكون واضح وصريح في القصة بتاعته يكون البطل بيسعى ليه، في نفس الوقت كان في إفراط في استخدام العامل الدرامي بلازمة وبدون لازمة. فالحقيقة الفيلم كان بالنسبة لي تجربة مخيبة للآمال ولا أرشحه للمشاهدة على الإطلاق. بس كده أعزائي المشاهدين نكون خلص فيديو النهاردة. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك، لايك ماشي، من أمكن شير للفيديو لو حابين حد تاني يشوفه يعني. والأهم من ده إن انتوا لو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.